السلام عليكم. بعد النهاية بيبقى في المرحلة دي الناس بتسميها يا إما تعافي، ممكن مرحلة استكشاف، ممكن مرحلة بداية، بس الأكيد إن المرحلة دي بتبقى مليانة بالمشاعر. المشاعر مختلفة، ربنا خلقها علشان تقدر إنها تساعدنا إن احنا نكون بني آدمين أحسن، لكن لما مش بنكون واعيين للمشاعر دي أحيانا بنصاب ببعض الاضطرابات. علشان كده النهاردة معايا دكتور يوسف فؤاد، طبيب نفسي، وهيساعدنا النهاردة إن إحنا نعرف أكتر عن الاضطرابات النفسية في مرحلة ما بعد النهاية. إزيك يا دكتور؟ عامل إيه؟ ازيك يا اسماعيل؟ اخبار؟ أنا الحمد لله كويسة. دكتور، مرحلة التعافي أو الاستكشاف اللي دايما بتيجي بعد النهاية بتبقى مرتبطة بمشاعر كتيرة جدا. أكيد المشاعر دي ربنا ما خلقهاش هباء. إيه هي المشاعر عموما اللي ممكن تكون مرتبطة بمرحلة النهاية، سواء كان نهاية علاقة، سواء كان نهاية مرحلة، حلم؟ اوكي، الاول هي ايه المشاعر عامه؟ مم. بكل بساطه لو انا هقول مثلا ان الجلد هي الحاجه اللي بقيس بيها مثلا الجو سخن ولا الجو برد اللي بيحصل في العالم الخارجي مثلا، فالمشاعر هي الحاجه اللي بنقيس بيها اللي بيحصل في العالم الداخلي. جوه في عالم داخلي، في افكار رايحه جايه، في مشاعر، في قصص كتير بتحصل جوه، في مواقف بتترجم، في قصه عايشه جوه، في قصص في صح. ناس عايشه جوه. فاهم صح. قصدي؟ السنسور بتاعي هنا هو المشاعر، هو اللي مم. بيعرفني هو انا دلوقتي المود بتاعي عامل ازاي، كويس ولا مش كويس، مم. قلقان ولا مرتاح، مطمن ولا، وهكذا. فطول الوقت في تفاعلات بتحصل، عشان اعرف التفاعلات دي ايه اللي بيحصل فيها، السنسور ده هو اللي بيشاور لي شويه. مم. فالمشاعر كتير متنوعه. نقدر نقول انه لو قسمناها بكل بساطه لمشاعر سلبيه ومشاعر ايجابيه، فهنقول إن المشاعر السلبية بتعدداتها القلق، الخوف، التوتر، الحزن، الاكتئاب، الحسرة، اليأس، كل الحاجات دي نقدر نحطها تحت عنوان كبير هو الخوف. أوكي؟ مم. فلو هنحط العنوان الأول للمشاعر السلبية هيبقى الخوف. والخوف هنا ما اقصدش بيه الخوف البسيط مثلا من ان في عربيه تخبطني فبروح، ده خوف على مستوى يعني مادي اكتر شويه. لكن الخوف شويه ان انا اكون نفسي، ودي جمله أنا ممكن احكي فيها شويه، انه الجمله دي ما بتبقاش مفهومه قوي، يعني ايه انا اكون نفسي؟ فاهم قصدي؟ ده حقيقة. او الخوف ان انا اكون على طبيعتي، او الخوف ان انا اكون مكشوف كانسان قدام باقي الناس. على الناحية التانية المشاعر الإيجابية كلها، الفرح، التفاؤل، الأمل، الجمال، الإحساس بالجمال، كل الحاجات اللطيفة دي ممكن نقول إن المشاعر الأساسية لو هنحط كده الأمبريلا اللي فوق نقول الحب. مم. والغريب هنا إن اللغة بتاعتنا عكس الحب فيها مش الكره، مم. عكس الحب فيها الخوف. لأنه الحب هنا والقبول هو إن أنا أكون نفسي شفاف كما أنا. شوية كده في الكلام هنحكي يعني إيه حب بجد، مم. يعني إيه قبول بجد. فاهم قصدي؟ يعني لو هنقسم المشاعر إيجابي وسلبي يبقى هنقول مشاعر خوف وحب. بالظبط. أوكي. فهنقول ان كل المشاعر دي لو فكرت فيها تلاقيها نابعه من خوف معين. يعني لو فكرت من القلق، هو القلق هو عباره عن خوف من حاجه معينه، خوف أوكي. مثلا من المستقبل. لو فكرت في اليأس هو خوف مثلا من حدث معين يحصل او ما يحصلش، خوف من فشل معين. هتلاقي دايما المشاعر نفسها مرتبطه بخوف من حاجه معينه. أوكي. وعلى العكس لما تفكري في الحل هتلاقي دايما الحل في حب او في قبول معين. فتلاقي حل اغلب مشاكل الحياه كلها اصلا القبول، ان انا اتقبل، ان انا اتقبل زي ما انا، ان انا اتقبل في الشغل، ان انا اتقبل في البيت، ان انا اتقبل وسط الناس، ان انا اتقبل قدام نفسي، ان انا اتقبل احس ان انا مقبول قدام ربنا، وهكذا. مم. فهتلاقي دايما بنلف ونروح ونرجع لنقطه، هي انا خايف من حاجه او انا محبوب في حاجه. مم. وده بقى ممكن يجيبنا الحتة الفاليديشن اللي احنا بقينا على طول بندور عليه. بص، احنا عندنا مشكله دلوقتي ان المشاعر كلها بقت اكزاجريتد مم. وكتير. وده ليه علاقه شويه بالثقافه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. مم. يعني تعال نفكر شويه في حته الثقافه دي. احنا عايشين دلوقتي في حاجه اسمها الثقافه الاستهلاكيه صح. في العالم كله، وفي مصر والدول العربيه بالاخص. احنا كونسيومرز، احنا مش منتجين عامه. احنا دوله، احنا عارفين ده، يعني مدركين ده، ان احنا دوله مش منتجه. لا، مش احنا منتجين دوله خالص. مستهلكه اه. على كل النواحي. مم. احنا مستهلكين ماديا للسلع، احنا مستهلكين فنيا للحاجات اللي بتتعرض وبتتقدم، احنا مستهلكين للاعلانات، احنا مستهلكين، احنا بتوع الترند، احنا بتوع اي حاجه بتطلع، احنا بنسمع كل حاجه واي حاجه في اي حاجه في اي وقت. مم. الثقافه دي مع زيادتها طول الوقت، ومع ان الناس اقتصاديا فاهمه ان الثقافه دي هي اكتر ثقافه بتبيع، لان هي ثقافه استهلاك. لما تقري حتى التعريفات بتاعتها، هي ثقافه تعتمد على البيع والشراء، وتعتمد على ربط القيمه بالماده. فنربط قيمة الأشخاص بالمادة اللي معاهم.
بالحاجة المادية اللي معاهم، مم. فنربط أحلى عربية اللي بيسوقها الشخص الفلاني. صح. مش الفكرة على فكرة في البرودكت نفسه. احنا دايما لو ركزتي في أغلب الإعلانات الفترة الكام سنة اللي فاتوا، ما حدش بيحكي عن البرودكت نفسه، هو بيحكي عن الإحساس الناتج من البرودكت. مظبوط. يعني انت هتحس بايه لما تركب الحاجه الفلانيه، او لما تروح تعيش في المكان الفلاني، او هتحس بايه لما تشتري الحاجه الفلانيه، او تكون مقبول في كوميونتي معين مثلا. فاهماني؟ فهمتك. فتلاقي مشاعر، تلاقي يعني نسب مشاعر القلق والضغط والتوتر والحزن والاكتئاب عاليه جدا. ليه؟ لانه بقى في معايير عاليه غير قابله للتحقيق، وهقول لك بتفصيل اكتر. وبقينا عايشين في مثلث كده. في حد جميل كان بيشرح مثلث كده، بيقول انه احنا طول الوقت من غير ما نحس بقينا عايشين في ثقافة بنربط فيها قيمتنا. تخيلي معاك كأنه مثلث كده، اوكي؟ ماشي. لو حطينا على راس المثلث ده تحقيق المعايير، اوكي؟ تحقيق المعايير دي ممكن يبقى تحقيق المعايير المادية، النجاح المادي، النجاح في الشغل، النجاح ان انا اكون أسرة سعيدة، ان انا يبقى جسمي رياضي، ان انا ابقى شكلي جميل او يبقى شكلي جميله. وكل الحاجات اللي بنقعد ندي نفسنا فيها تقييمات دي، جايب 7/10 في الجمال، جايب 5/10 في الشغل، جايب 0 في العلاقات. فاهم قصدي؟ بنربط بقى قيمتنا بالمعايير دي. فلو انا مش محقق المعايير، انا قيمتي بتقل، وبالتالي قبولي لنفسي بيقل. فطول الوقت انا في دوامه. انا يبقى عندي طريقين، لانه احساس عدم القبول هو اصعب احساس انساني. يعني لو هنلخص مشكلة الإنسانية في حاجة، ممكن في ناس كتير بتقول مشكلة الإنسانية في الإنسان مش قابل نفسه. فأنا طول الوقت هبقى بتمرجح ما بين مرجحتين. يا إما أنا طول الوقت بحاول أحقق المعايير باستماتة رهيبة، فتحول إلى شخص بيرفكشنست كده، طول الوقت بيحاول يعمل أعلى حاجة في كل حاجة. ولأنه ده أصلا غير قابل للتحقيق، لأنه مهما حققت نجاح، في نجاح أكتر منه. فاهم قصدي؟ مهما حققت مستوى مادي معين، في مستوى مادي اعلى منه. مهما كسبت مناقشه في، او كسبت بوينت معينه في دايره معينه، في دايره اعلى وفي حد كسبان بوينت اكتر مني. فبقى طول الوقت انا بلف في دايره بنسميها دايره مفرغه، مفيش السيركل. انا بلف في حاجه ما بتخلصش. ده كمان بقى كل حاجه ليها معايير. يعني زمان كانت في حاجات بتبقى مفتوحه كده، دلوقتي كل حاجه حطينا لها معيار. يعني السعاده بقى ليها معايير، برغم ان السعاده دي يعني ملهاش معيار، ده شعور وبيختلف من شخص للتاني. دلوقتي بقى ليها معايير. عارفه لو سالتك سؤال بسيط مثلا، الناس ماشيه، يعني فكري معايا، تعالي نجاوب كده باول حاجه تيجي في دماغنا. الناس في الشارع بتقيم بعض ازاي؟ او الناس لما بتقعدي مع ناس في اي قعده، ببساطه كده من غير ما نسال السؤال المباشر، بس اندايركتلي كده، الناس بتقيم بعض على اساس ايه؟ شكله عامل ازاي، ماشي، مستوى الاجتماعي. دلوقتي بقينا بنبص اكتر المستوى المادي. لو قاعدين في قاعده بتاعت السوشيال ميديا، عنده كام فولور بيجيب لايكات قد ايه، متجوز مين او متجوزه مين، عندها كام ولد، عندها كام بنت، ساكنه فين، عربيتها شكلها عامل ازاي. نادرا ما بحس ان حد ممكن يقيم حد علشان ذاته. يعني ده وجهة نظري. تقريبا 99% من الحاجات اللي قلتيها، ما كانش 100% لو مش هبالغ، كلها حاجات ماديه. دي كارثه، دي مصيبه دي مصيبه دي كارثه. لانه لو انا في الدوامه دي طول الوقت، الدوامه دي ما بتخلصش. ودي عارفه بكل بساطه كده، المثال الساذج بتاع انه حد عمال يطلع سلم، هو مش شايف اخره، ما لا يطلع، فاكر ان هو هيجي عند نقطه معينه، هيوصل لحد اخر قمه الحاجه دي. كل ما يطلع يتفاجئ ان فوق صح في تاني ما بيخلصش. وده اللي يفسر اوقات ليه بنشوف اوقات مثلا حالات اكتئاب شديده جدا مع الطبقه دي، اللي هي الطبقه اللي ممكن تبقى حققت المعايير كلها. تتفاجئ انه تلاقي حد محقق المعايير اللي انت بتقولي عليها دي كلها، فاهماني؟ وبالمقياس ده هياخد 10/10 في نظر ناس كتير، ولكنه غير سعيد. فاهماني؟ دي مش الاستجمة بتاعت ان اكيد الشخص الغني عيان والحاجات اللي بتدلع على السوشيال ميديا كده على فكره، وده غلط. هي مش كده. دي ديفنس ميكانيزم على فكره بنعملها اوقات، لان احنا مش عارفين نوصل للحاجه دي، فنقول يعني لا انا اصلا مش عايز اوصل يعني للنجاح والحاجات دي. هم اكيد عيانين يعني. أيوة. الناس الاغنياء دول او حراميه يعني حد الله يعني. بس ده ما بيلغيش انه النموذج ده موجود. النموذج اللي احنا فاكرين ان هو حقق المعايير، وفاكرين ان هو وصل للحاجة اللي احنا بنحاول نوصل لها طول الوقت،
وفي الاخر هو اول واحد بيقول لنا يا جماعه مش هو ده، يعني ما اشبعنيش، ما ارتحتش، ما اتبسطتش، ما وصلتش للساتسفاكشن اللي انا كنت فاكر ان انا هوصل له في النقطه دي. فنرجع للمثلث اللي كنت بقول لك عليه، انا طول الوقت ماشي بحاول احقق معايير رابط قيمتي بيها، وبالتالي قبولي لنفسي متزعزع طول الوقت. فبلف في الدايره دي، فيا اما بدخل في السكه اللي احنا لسه بنحكي فيها من شويه دي، ان انا بشتغل كتير جدا 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 في كل حاجه، وخلي بالك هنا مفيش اي استمتاع بالبروسيس. لو انا طول الوقت بشتغل عشان انا في تارجت اول ما اوصل له هبقى مبسوط، ده معناه ان انا مش مبسوط لحد ما اوصل له. مظبوط. فمتخيله فكره ان انا بنزل كل يوم الصبح انا مستني مأجل لحظه الانبساط ولحظه الاحساس بالرضا والاحساس بالهدوء والسكينه لحد ما اوصل لحاجه معينه، مش هوصل لها وابقى بحاول استعجلها طول الوقت. توتر وقلق غير طبيعي في طريقه التفكير وفي اللايف ستايل، في اللايف ستايل اليومي. مش مفروض يكون اللايف ستايل يومي كده. احنا كل يوم بنحقق تارجت، ان ما كانش في الشغل هو في الحياه. هي دي فكره التارجت عامه، يعني ثقافه الاستهلاك معتمده على التارجت، فاهماني؟ يعني اللي بيبيع في ثقافه الاستهلاك بيعتمد انه يشغل الناس عن طريق فكره التارجت، كل ما تجيب تارجت اكتر. وده ليه علاقه بتهيألي بالسوشيال ميديا برضو. احنا في كارثه. ايوه انا شايفه كده. احنا في كارثه. يعني عارف اكتر بوست كان بيضايقني جدا وكان بيصيبني بتوتر، حاجات لازم تعملها قبل ما توصل لسن 20. الحاجات دي لو انت ما عملتهاش قبل سن 20 اقتل نفسك دلوقتي حالا. انت مش ملاحظه ان السن كل شويه بيقل؟ فاكر 20 دي كانت 40 زمان، بقت 30، بقت 20، وشويه هتبقى 15، وشويه هتبقى يعني مش عارف احنا رايحين فين. بس شارك تانكس دلوقتي خلاص في اطفال دلوقتي بيفتحوا بيزنس ويبقى سي او وكو فاوندر خناقات على السوشيال ميديا عليهم بقى، يعني خناقات بقى والناس مختلفه في الاراء وقصص. السوشيال ميديا للاسف في الثقافه اللي احنا فيها بكل بساطه، ودي حاجه اظن خلاص الناس ابتدت تبقى واعيه ليها، بس لسه بنستهلك برضه، يعني لسه رأي. يعني احنا في الاول ما كناش فاهمين، دلوقتي احنا غالبا الوعي الجمعي او يعني احنا فهمنا اللي بيحصل على السوشيال ميديا، وفهمنا ان 3/4 فيك، ما كانش اكتر من 3/4 فيك، بس لسه بنستهلك ولسه من غير ما نحس. لان خلي بالك التأثير بتاع السوشيال ميديا اغلبه باسيف، يعني انا مش بقرر ان الحاجات دي تدخل دماغي، هي دخلت دماغي خلاص. احنا اكسبوزد كمان لكميه معلومات احنا مش محتاجينها، هي فوق الاحتمال البشري. يعني كميه، احنا ممكن واحد يقعد في نفس الساعه على السوشيال ميديا يشوف اخبار موت، وبعدين يشوف اخبار افراح، بعدين يشوف اخبار انفصال، بعدين يشوف اخبار ناس تانية ارتبطت، وبعدين يشوف مش عارف مين نجح، وبعدين يشوف خناقه بقى اخلاقيه ما بين مش عارف مين ومين، ومين بيحكم على مين، ومين بيتخانق في مين، وخناقه دينيه فين، يعني كل الحياه كلها ممكن اشوفها في ساعه واحده، ومشاعري بتتحرك مع كل الحاجات دي. ده حرق، ده احتراق، ده احتراق تام، لان ده مش طبيعي تماما. لا خالص، ده مش المفروض يبقى الانبوت الطبيعي خالص لاي انسان عشان يعرف يركز في حياته الشخصيه. وده له علاقه بعدم نجاح يعني حاجات كتير، ان احنا بشكل عام كمجتمع وقتنا رايح في حاجات كتير، وقتنا الحقيقي اللي المفروض نحطه في حاجات تانية رايح في اللاشيء. احنا تلاقينا احنا جيل مضغوط، جيل الشباب بالذات الجديد كده، حالاتي كده، احنا جيل مضغوط، ما تفهميش احنا مضغوطين في ايه، بس احنا مضغوطين جدا، احنا مزنوقين. برغم ان عندنا كل الوسائل احنا مزنوقين فعلا، ومطروشين، ودماغنا متصدعه طول الوقت، وزحمه، وعايزين نهبش في كل حاجه، وحاسين ان احنا بنتكلم طول الوقت في كل حاجه، ورايحين جايين في كل حاجه. صح. ده مش طبيعي، ده مش المفروض يبقى اللايف ستايل الهيلثي الطبيعي لاي حد، بس احنا فيه، عارفه، احنا خلاص، احنا جوه، احنا هناك، فاهماني؟ ممكن حد تاني للاسف مع المعايير دي، ان طول الوقت السوشيال ميديا طبعا هتقدم الموديل المحقق، مش هتقدم الموديل اللي مش محقق. يعني احنا طول الوقت هنشوف انجح واحد بس على السوشيال ميديا، او هنشوف الشخص في لقطه النجاح بس، مش هنشوفه وهو بيحاول. لا طبعا محدش هيصور، يعني فاهماني؟ مع اننا بقينا فاهمين اللقطه دي، يعني احنا بقينا فاهمين ان ايوه الناس دي بتصور اللقطه بس برضه هو اللي بيقع على عيني في الاخر ايه؟ لقطه النجاح. لقطه انه ده الشاب اللي اصغر مني مش عارف بكام سنه، واللي حقق وانا يا عيني لا حول ولا قوه، على الله حكايتي حرفيا. انا لم حقق نجاح علاقاتي، لم اتصور مع صحابي الصوره الفلانيه، انا مش سي او لسه، انا مش فاوندر، انا ما لبستش لسه الستايل الجديد اللي كل الناس لبسته ده. حتى الستايل على فكره يعني ليه علاقه بكده، يعني اللبس نفسه، حتى طريقه اللبس فكري فيها، مين اللي بيعمل موضه؟ هتلاقي ثقافه استهلاكيه برضو، فهماني؟ احنا من زمان على فكره، من حوالي 10 سنين مثلا، كنا بنتريق على البنطلونات الواسعه، نقول ياه هي البنطلونات الواسعه بتاعت السبعينات دي ازاي كانوا بيلبسوها. دلوقتي بقى اللي ما بيلبسش مثلا شارلستون او بوي فريند او الحاجات الموضه،
انت قديم ولا ايه؟ اه ايه؟ مش ترند. ونفس الشخص بيضطر يغير تفكيره ويتكيف على الجديد. بيجري ورا الفاليديشن. زمان يا نسبة كانت الحاجة الاختراع، اه يعني نبقى محتاجين الحاجة فيخترعوها. فمحتاجين مثلا الساعة عشان نعرف الساعة كام، وكان ساعتها في نيد حقيقي، في احتياج، في حاجة، في سيرفيس بتتقدم مع البرودكت. مظبوط. دلوقتي بقى الاختراع ابو الحاجة. اشرح لي اكتر. يعني احنا في كمية حاجات احنا فاكرين ان احنا محتاجينها بس احنا مش محتاجينها. هو في ناس تاني بتخلينا محتاجينها اه بثقافة الإعلانات والسبونسرد ادز مثلا. فكري فيها، اللي بيطلع قدامك كم برودكتس تتعرض قدامك، ولو ركزتي حتى في طريقة عرض البرودكت هتلاقيه بيعرضها لك ان دي بتاعتك انت، دي مخصوصة ليكي انت. احنا عاملينها ليكي انت لراحتك انت بس صح. في العالم، مش لحد تاني. صح. فطول الوقت بيتعرض قدامي حاجات ويوصل لي احساس ان انا محتاجها مع ان انا ممكن اكون مش محتاجها. فاهماني؟ تعرف لفت نظري الحاجة، يعني انا فعلا بحس ان انا ماشيه في دوامه انا مش عايزاها، زي انا لازم اجرب الترند الفلاني. يعني الترند بتاع الميه ده اللي الناس كلها جريت وراه، هم خلوا ناس كتيره جدا بقت عايزه تاخد الترند ده وتعمله عشان بيبقى في مباراه مين هيعمل الترند ده باحسن طريقه. صح، هم بيحطوا الاختراع، يعملوا الاختراع ويخلوك انت ويخليك محتاجه. تحتاجه. فانت لو فكرتي ممكن يعني ليه انا ممكن ابقى شخص ماشي قلقان طول اليوم لان فاكر ان في كميه حاجات فايتاني وهي اصلا الفومو. بالظبط. شاطر. انا فاكر ان كل ده فايتني، انا فاكر انا حاسس ان انا ناقصني حاجه، ان انا ما عملتش الحاجات دي زي ما باقي الناس عملتها. انا حاسس ان انا لازم هنجح بالطريقه الفلانيه او انجح بالشكل الفلاني عشان ابقى نجحت. طب ما يجيش معاك ان النجاح ممكن يبقى ليه شكل تاني، او انت نجاحك الشخصي ممكن يبقى في حاجه تانية وليه اقتصر النجاح بس على الماده. انت واخده بالك ان بيحصل اختزال، بيحصل يعني ان كل حاجه تتقولب في ماده، بقت ماده. فاهماني؟ بقى المقياس بتاع كل حاجه الماده. هي انا شايفه ان احنا كلنا بقينا عباره عن مولز، قوالب حرفيا. صح، ده صح جدا. في نفس الوقت اللي احنا بننادي فيه بكسر القوالب، هو احنا بنعمل قوالب. احنا بنقول كتير، احنا عامه شعب متكلم، احنا متكلمين جدا. صح. فاحنا نقول، ولو قعدنا بقى ايه نكشنا في النجاح تلاقي الناس بتقول احلى كلام. فاهماني؟ لا النجاح مش لازم يبقى فلوس بس طب احنا بنعمل ايه في ال24 ساعه بتاعتنا؟ بنجيب فلوس. فالكونتراست ده موجود. فاهماني؟ بتاع طب الاخلاق المفروض تبقى ازاي؟ احلى ناس تتكلم على الاخلاق. فاهماني؟ واسوأ ناس في الجرايم وفي تعدادات حاجات كتير. فاهماني؟ اكتر شعب متدين بطبعه. لسه شايف يعني في الحته دي التدين الفكره في السوشيال ميديا احنا بنتكلم عليها بالمره، ان هي بتديكي فرصه ان انت تبقي الشخص اللي انت عايزه تكونيه. فاهماني؟ مش الشخص الحقيقي. فانا لو عايز ابقى متدين على السوشيال ميديا مش حاجه صعبه يعني. فاهماني؟ في بوستس معينه وطريقه معينه وكتابات معينه واراء معينه لما اقولها يقولوا عليا متدين. حتى على فكره فكره ان انا ابان ناجح، ممكن ابقى اعرف ابان ناجح على السوشيال ميديا بسهوله، حتى لو دي مش الحقيقه. ممكن ابان اجتماعي وانا مش اجتماعي، ممكن ابان انطوائي وانا مش انطوائي، ممكن ابان فنان وانا مش فنان، ممكن ابان اللي انا عايزه. وكمان مع الاي اي دلوقتي الموضوع بقى مرعب، الموضوع بقى سهل جدا يعني. ده بقى فظيع. ده انا عايزه اقول لك بقى، بما ان احنا بنتكلم على الاي اي، انا شفت ناس دلوقتي بترتبط باي اي. انا شفت واحده يعني حاطه تشات جي بي تي ومسمياه محسن. وايه ده؟ هو ده بجد ده ممكن يؤدي لايه؟ هو احنا اصلا ليه ممكن نلجأ لحاجه زي كده اساسا؟ خلي بالك في شعور بالوحده عميق جدا متجذر وبيزيد مع زياده الهمبكه بتاعت السوشيال ميديا. خلي بالك كل ما الهمبكه دي بتزيد من بره تكتشف ان الفراغ جوه اعلى. احنا لو مليانين من جوه ومشغولين بالحياه الحقيقيه مش هنبقى فاضيين نقعد على السوشيال ميديا. وركزي في اي حد ناجح بجد، فاهماني؟ هتلاقيه مش فاضي للكلام ده، يعني مش فاضي يقعد على الحاجات دي، مش مهتم بالترند. بس السوشيال ميديا بقت دلوقتي وسيله للنجاح على فكره، والماركتينج، ما الماركتينج بيجيب فلوس. السوشيال ميديا ديفينتلي ليها فوائد كتير جدا. ماشي، هي مش حاجه، هي مش آفة. بس احنا اللي بنبوظ، احنا اللي بنسيء استخدام الحاجه. فاهماني؟ الموبايل حاجه كويسه، بس انا ممكن ابقى عبد للتليفون. فاهماني؟ كل حاجه ممكن يبقى ليها جنب كويس وجنب وحش حسب استعمال انا ليها. فاهماني؟ بس هل احنا كمجتمع بشكل عام بنستخدم السوشيال ميديا صح؟ لا، ديفينتلي لا، بنستخدمها غلط جدا.
فاهماني؟ بدليل كل اللي احنا قاعدين نحكي فيه ده. تمام. ايه رأيك في الخروجة اللي كلها الناس فيها قاعدة على الموبايلات او بتصورها هي او الخروجه بتصور دي الخروج؟ يس، بتصور الاكل. كان حد بيقول جملة على السوشيال ميديا جميلة، قال انت لو مبسوط بالخروج اصلا مش تبقى فاضي تصورها. صح يعني صح. الجملة دي عجبتني، حد كان بيقولها انت لو مستمتع باللحظة اللي انت فيها انت مش تبقى فاضي ان انت تحاول تسجلها عشان تثبت ايه، فاهمة؟ احنا بنحاول نثبت ايه يعني؟ واحنا فاليديشن، احنا بنجري ورا احنا بنحاول نثبت الفاليديشن. ان احنا مبسوطين، يس. فاهمة؟ احنا بنحاول نقول للناس ان احنا مبسوطين. طب انا لو مبسوط هبقى محتاج احاول اثبت طول الوقت للناس ان انا مبسوط. طب احنا بنعمل كده ليه؟ عشان احنا مش مبسوطين. بجد كلمة بجد. القعدة اللي طول الوقت محورها ان انا بحاول اصور حاجات، عارفة فكرة الماسكات، فكرة الكفر. انا ليه بعمل كفر لحاجة او احط ماسك على حاجة؟ عشان مش عايزها تبان على حقيقتها، لان حقيقتها مزعجة بالنسبة لي. فلو هحط ماسك على وشي مثلا يبقى مش عايز وشي يظهر، لان غالبا وشي حزين، فاهماني؟ لان جوايا بجد انا مش مستمتع بالخروج. احنا ما قعدناش مثلا اتكلمنا مع بعض، احنا ما قعدناش اتشاركنا بجد، احنا ما قعدناش كل واحد اتكلم عن نفسه واللي قدامه، احنا مش قادرين نسمع بعض. لو ركزنا نسمع، احنا ما عندناش طاقه نسمع بعض، مش قادرين، فاهمه؟ مش مركزين. صح. حد ممكن يبقى بيكلمني في حاجه مهمه بس الموبايل طول الوقت في ايديا، فمش قادر، يعني مش قادر اركز معاه 10 دقايق ربع ساعه، فاهماني؟ وخلي بالك احنا عندنا السيجنالز دي، اول ما بنحس ان اللي قدامنا مش سامعنا احنا كمان بننفر، يعني خلاص بنحس بعدم احترام وعدم تقدير فبنقفل. فالموضوع بيبقى متبادل، خلاص لا انت سامعني ولا انا سامعك، واحنا خارجين تلاقي الظاهره بتاعت ان تحس الاماكن والكافيهات والخروجات بقت تعلي على بعض في الصوت العالي، يعني لازم يبقى المكان صوته عالي جدا، فاهماني؟ لازم يبقى فيه مظاهر بهرجه عاليه جدا عشان يجذب، يعني عشان تصور، عشان يبقى هو احسن مكان نتصور فيه. لو فكرتي ورا ايه اللي ورا القصه دي، هو ثقافه استهلاكيه بحته. احنا عايزين نجيب الناس، نجذبهم. ايه اللي بيجذب الناس؟ فاهماني؟ ان احنا نخلي المكان بتاعنا ترندي وشكله حلو عشان الناس تيجي تتصور، عشان الناس تيجي تشتري الحاجات اللي عندنا او تيجي تقعد عندنا بفلوس. الموضوع كله فلوس. بس احنا في النص متغفلين ومتزحلقين ورايحين، وكل ده عمال يأثر عمال يأثر عمال يأثر عمال يأثر. احنا مش مدين نفسنا فرصه ان احنا نفوق، يعني فاهم قصدي؟ مش مدين نفسنا فرصه ان احنا تعبانين، بس مش قادرين نفهم بالظبط القصه رايحه فين وجايه منين. فشعور بالوحده رهيب. ارجع لسؤالك، يوصلني، ممكن يوصل الناس ان هي تعمل علاقه مثلا مع AI او علاقه مع لا شيء كده. يس في ناس توصل لحاجه زي كده، في ناس توصل ليها بوعي، في ناس توصل ليها بغير وعي، في ناس بتعملها فن، في ناس بتعملها فن. بس اوقات الفن بيقلب، يعني فاهماني؟ بيقلب تعلق بالحاجه دي. يعني انا ممكن فعلا يبقى في ارتباط حقيقي بين بني ادم و AI. هي كلمه حقيقي مش هنقدر نقول عليه حقيقي. بس الشخص بيتكلم مع الشخص ده. ما خلي بالك، ما هو انا لو قاعد اتكلم مع AI، طب ما ايه البديل؟ اتكلم مع انسان طبيعي. طب ايه الاسهل؟ AI بالظبط. فاهماني؟ اصل AI مش هيعمل دراما، هيرد على الرد اللي انا عايزه. صح. ممكن اقفل في اي وقت، مش هيضايقني غالبا. يعني هو AI جميل على فكره، مش بيضايق، هو بيسمعني اللي انا عايزه اسمعه بالظبط. ومتاح ليا في الوقت اللي انا عايزه. يعني انا مقريف دلوقتي وعايزه، تمام. احنا البشر لا، ممكن ما نبقاش متاحين لبعض واحنا مقريفين، اللي هو ظبط نفسك كده وخليك كويس وتعالى، فاهمه؟ او العكس. طب مش يمكن برضو عشان ال AI مثلا ما بيعملش حركات الندالة اللي بيعملوها البني ادمين، يعني مش هيخون مثلا؟ ممكن. ده ممكن جدا، بس هو اللي انت بتقوليه ده صح. هي الفكره انه الشخص ده بيبقى عامل علاقه مع شخص هو نفسه في الشخص ده يكون موجود بس هو مش موجود. زي ما انت بتقولي، شخص مثلا مش هيخوني لان غالبا انا اتخنت خيانه صعبه قوي فمش قادر اتخان تاني، فانا ما عنديش مشكله اتخلى عن التواصل الحقيقي مع بشر في مقابل ان انا ما اتخنش تاني. وخلي بالك هنا المشاعر هنا بتاعت الشخص ده، واحنا قاعدين ببساطه كده نقول ايه الهبل ده ومش عارف ايه، ممكن حد يعلق تعليق زي كده، بس المشاعر يا نسمة لا تناقش. يعني ما ينفعش اناقش واحد احساسك غلط. خلي بالك الافكار تناقش بالدليل والمنطق. يعني لما اقول فكره او استنتاج نظري، لا نناقشه، فهماني؟ نتكلم 1 2 3 1 2 3 بوينتس ونعمل حجه وبما ان واذا. تمام. ده الافكار، ده المستوى الفكري. بس المستوى المشاعري ليه منطق تاني خالص، لا يخضع لقوانين المنطق النظريه. ليه؟ بكل بساطه، يعني 2 بيبقوا بيحصل لهم نفس الحدث، رد فعل كل واحد حاجه تانية خالص. ف2 مثلا اخوات في نفس البيت، الوالد مثلا توفى، حد منهار مش قادر يعدي الموضوع وحياته كلها اتقلبت، وحد تاني عادي
يعني زعل شوية مثلا الزعل الطبيعي وبعدين تمام وقام واشتغل وعمل. ما ينفعش امسك الشخص احنا بقى في مجتمعنا بقى احنا نموت بقى ايه نمسكه ونديله بقى الكلمتين النظري التمام بقى فنديله الدرس بقى انت ايه هتزعل ولا ايه هنخيب ولا ايه فاهمه. صح. احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل جواه. هو موت الاب بالنسبه له بنسبه كبيره مش هيبقى مجرد الحدث ده، هو في قصص تانية عماله تخبط وتحصل جوه معاه خلت رد فعله في الاخر بالشكل ده. فالمشاعر لا تناقش بالمنطق النظري، ليها منطقها الخاص وكل حد ليه تجربة بسبب تراكمات السنين وتراكمات الأحداث وتراكمات مش بالضرورة حتى نعرف نفصلها. يعني مش بالضرورة حتى نوصل حتى بعد العلاج النفسي أوقات في ناس مش بنقدر نوصل لرد الفعل على حاجة معينة عالي بالشكل ده. ليه شخص مثلا لما بيتلمس بشكل معين بيتوتر توتر عالي جدا؟ صح. ممكن يكون ببساطة تعرض لحادثة معينة شبه القصة دي وممكن الذاكرة ما تجيبش أصلا حاجة زي كده. والمشاعر لما بتبقى عالية قوي حتى أوقات بتلخبط الذاكرة. يعني في أحداث كده بتحصل مع الناس تروماتايزد يعني تبقى تروما عالية قوي. المخ بيقرر يلغي الحدث ده بالذات في الانتهاكات الجسدية والجنسية. أوقات الناس تنسى وده من رحمة ربنا على فكرة إن حد ينسى حاجة زي كده. بس تلاقي الشخص ده فيما بعد بقى سنسيتيف جدا لحاجات معينة. صح. لا هو فاهم ليه ولا احنا فاهمين ليه بس قد يكون حاجة زي كده فاهماني. فالمشاعر ما تتقطعش بالشوكة والسكينة بسهولة خالص. لا فاهماني. فشخص عنده عزلة ووحدة رهيبة جدا احنا مش عارفين ايه التجارب اللي هو عدى بيها بس احنا قاعدين نحكم على اللقطة اللي من الاخر مجنونة او مجنونة بيكلم الاي اي. ده اللي احنا بنقوله في مجتمعنا ده اسهل حاجة عندنا.